مساء الخير محبين الزراعة. طبعا مقطع الفائدة انه احنا سامعين والاغلبية يقول الظهر ما يصير تسقي الزرع. طبعا اخوان جزء فاهمين الموضوع غلط. السقي فرق عن الرش. هنا أنا ما يصير البصرة نرش النباتات بالشمس المباشرة تحترق، بس السقي لا. اكو نباتات لازم، يعني هسه انت تلقى هذا النبات. طبعا انا جيت هيجي افتر على النباتات اشوف شنو ما شني، وبالصدفة شوف هسه هذا النبات شلون عطشان، نوخر شوي عن الشمس. طبعا هي بالساعة هسه الساعة ب12، هذا تلقاه هيك عطش، هذا عطش ضروري سقيه. ساعة ب12 ليمتى ما كان الظهر، يعني لو مو شمس لو مو حر هيك نبات تلقاه لازم تسقيه. هسه راح نسقيه بس مو رش على ورق، سقي. تبي التربة هسه قدامكم اخوان، اخوان شوفوا سقي على التربة، سقي على التربة مو رش على اوراق. رش على الاوراق بالشمس المباشرة احنا عندنا بالبصرة يحترق. أم تاخذون مقاطع مدري من نام جماعة بغداد جماعة الحلة، درجة جوهم يختلف عن البصرة. البصرة شمسها قوية وجوها حار، يعني هسه إذا رشنا الناس قدامكم إذا رشنا للعصر يحترق هاي الأوراق، الأوراق كيف تحترق؟ بس شو نسوي احنا؟ نسقي سقي، ضروري سقي النباتات إذا عطشانة ليمتى ما كان. بالنهاية السلام. طبعا مقطع للفائدة بعد ساعتين من السقي. شوف النبات وين كان وين هسه، شوف ساعة كان عطشان لو مخلي العصر ألقاه ميت، بس شوف هسه ما شاء الله خلال ساعتين رجعت له لقيته منتعش وها زاهي. طبعا بدنا نوصل لكم رسالة انه هو النبات تسقونه، كان عطشان الظهر عصر اي لمتى ما كان اسقوه، بس مو رش على الأوراق الظهر، يعني الشمس حامية يحترق الأوراق مالته. بالنهاية السلام ختام حبايبي.